الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن تحفة الأطفال متن مبارك في علم التجويد نظمه الإمام الجمزوري رحمه الله لييسر على الناشئة تعلم أحكام التلاوة الصحيحة، فيجمع بين سهول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبة الكرام، لازلنا مستمرين في الدرس متن تحفة الأطفال في أحكام النون الساكنة والتنوين. اليوم إن شاء الله راح ناخذ الدرس الرابع فيما يتعلق في الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين. الحكم الثالث اللي هو الإقلاب. أخذنا الأحكام الأولى والثانية. أول حكم أخذنا اللي هو الإظهار، وقلنا الإظهار عدد الأحرف فيه 6 أحرف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه حروف الإظهار. ومن ثم أخذنا الحكم الثاني اللي هو الإدغام، ونفس الشيء عدد حروف الإدغام قلنا 6 في ياء والراء والميم واللام والواو والنون اللي في كلمة يرملون. وقلنا الأدغام ينقسم إلى قسمين: قسم بغنة وبدون غنة. بغنة قلنا الياء والنون الميم والواو بينمو، وبغير غنة اللي هو اللام والراء. هذه حروف 6 الإدغام، وهذه 6 الإظهار. 6 زائد 6 أخذنا 12 حرف. اليوم إن شاء الله راح ناخذ الحكم الثالث اللي هو الإقلاب، والإقلاب هو حرف واحد. 6 زائد 6 12 زائد 1 يساوي 13. كده الحين نحن أخذنا 13 أحرف من الحروف الهجائية. فاليوم إن شاء الله راح ناخذ البيت الثالث فقط فيما يتعلق في الحكم الإقلاب. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. طيب، والثالث اللي هو الحكم الثالث في أخذنا أول الحكم الأول وأخذنا الحكم الثاني، وهذا دحين راح ناخذ الحكم الثالث. الحكم الثالث اللي هو يتكلم عن الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. أوريكم أمثلة عشان تفهموا أكثر. أولا، حكم الإقلاب. حكم الإقلاب تعرفه لغة واصطلاحا وحروف الإقلاب. حروف الإقلاب خلاص عرفنا إنه حرف واحد، حرف الباء. طيب، إقلاب النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء. تعرف الإقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه. تعرف الإقلاب اصطلاحا تحويل النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة إذا وقع بعد حرف الباء. تمام. طيب، راح ناخذ أمثلة. راح ناخذ الأمثلة هنا لما يكون بكلمة، وراح ناخذ لما يكون بكلمتين، ومثال مع التنوين. هنا النون الساكنة، هنا النون الساكنة أتى بعد حرف الباء، وقلنا الباء من حروف الإقلاب. طيب، كيف نتهجى؟ أنبئهم، أنبورك، سميع بصير، لينبذن، من بعد، زوج بهيج. ايش يقول هنا؟ قلبت النون والتنوين ميما، وسبب الإقلاب إلى ميم هو مشاركة الميم الميم للنون في الغنة وسائر الصفات، ومشاركة الميم للباء في المخرج. شوف هنا دحين: سميع بصير تلفظ هكذا، سميع بصير مع الغنة. شايفين هنا اللي هو ايه مفروض هنا من بعد، لكن لما تنطق كيف كأنك قاعد تدمج مع بعض. من بعد،
بغيا بينهم، بغيا بينهم، لكن بغنى. والله ليال واللي وحاك جرنا وكتابك تحفة الأطفال. ما إن شاء الله وحاخذ هنا وحكم كسدحات، وحاخذ هنا حكم كيكوبات إيو حكم كلابات أو حكم كيكوبات وعلى هنا الإظهار، حكم كلاباتنا الإدغام، حكم كيكوبات وحاخذ هنا الإظهار لحد حرف أيتهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. معناتنا إن شاء الله وحاخذ كدبنا وحاخذ هنا حكم كلابات أو الإدغام أو لح حرف أسيه يا را ميم لام واو نون ولو سو قاويي يرملون كدبنا وحاده هنا لبو قيب أيو كلب بحا قيب وبغنة يا نون ميم واو ينمو قيب تلابات و بغير غنة ولوض حرف أو لمن لام يورا. إن شاء الله وحكم كسدحات أو خاض هنا الإقلاب، الإقلاب ومحي الإقلاب حكم كسدحات وإقلاب و نونتا وحالو رجا ميم مركا أي با تمادو. الإقلاب حروف إقلاب كنا وحل كو لح يو لح تاننا وحل سان هذا وحا كوهسنا طبعا يو سدح حرف أيسان كوهسنا. ما إن شاء الله بس وحالي خاذ هنا البيت الثالث الثالث عشر وكسابسا حكمك الإقلاب. والثالث الإقلاب عند الباء حكمك سدحات وإقلاب ميما بغنة مع الإخفاف، مع الإخفاء عفوا نونتا وحالو رجا ميم مركا أي با تمادو أيضا غنة لسميه لنا قريو لنا قريو اللي هو الإخفاء. فمركا ما أنت عشر كأنا بس كان بيت أيوب سابسية هاي وحكمك أو سدحات أسية هاي تمام اللي هو. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. ومهمنا أوقاتا حكمك أو سدحات إقلاب كاسية هاي وهل حرف أو حرف الباء هل كاس حرفنا أو هدي أو حرف نون الساكنة أو التنوين كدب هديك إمادو حرف كباء إن أو نخنا إقلاب. هذا والله أعلى وأعلم. فإن أصبت من الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.